النادي الأهلي عن محمد شريف بنسبة كبيرة. لو ما فيش مهاجم أجنبي في يناير يبقى هنجيب محمد شريف. أكد النادي الأهلي على أن الحالة الوحيدة اللي تخليه يتحرك من أجل ضم شريف في يناير وعدم الانتظار لنهاية الموسم هو فشل النادي الأهلي في إيجاد مهاجم أجنبي قوي كولر يوافق على ضمه للفريق في شهر يناير. بمعنى النادي الأهلي دلوقتي بيدور وبيشوف مهاجمين أجانب سوبر لضم واحد منهم في يناير، ولما هيعرضوا على كولر بقى هيقول لهم مثلا أنا عاوز ده وبعد كده ده وبعد كده ده، يرتبهم 1 و2 و3 والنادي الأهلي بقى يشوف هيجيب مين. طب لو من الأساس كولر رفض كل المهاجمين الأجانب اللي معروضين عليه، أو النادي الأهلي فشل إنه يجيب اللعيبة اللي كولر حددها وقتها، قد يتعاقد النادي الأهلي في النهاية مع محمد شريف لدعم مركز المهاجم الصريح في حال عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير.